حبايبي طلاب سينيور 1 عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين. يلا بينا هنحل مع بعض ويك 4 اللي هو بالنسبه لي اول ليسون في شابتر 2. شابتر لذيذ جدا، ليسون بسيط جدا ولذيذ جدا ومبني على الحاجات اللي قبليها، اكتريتها اكتر على الفوسل فيول. تعالى مع بعض نشوف مع بعض الاسئله اللي جايه لنا في ويك 4 واعتبرها يا سيدي مراجعه ليك بسرعه، وهنزل لك ما تقلقش المراجعه بتاعت الشهر. يلا بينا يلا بينا. تعال نشوف مع بعض اول سؤال بيقول لك ايه. بص يا سيدي، بيقول لك what is the main gas produced when fossil fuel are burned. الفوسل فيول عند حضرتك كده، هو هنا بيسألني مين الجاز اللي مينلي بيكون بينتج عن طريق او بينتج عن طريق احتراق الفوسل فيول عندي. حضرتك عارف ان اغلب الفوسل فيولز عندي دي تعتبر هيدروكربونز، الهيدروكربونز صح كده؟ طب جميل قوي. حضرتك لو تفتكر كده الهيدروكربون انا كان عندي ايكويشن ليها، كان بيقول لك ان السي اتش 4 مع الاكسجين كان بيديني حضرتك السي او 2 بلس ال 2H2O صح كده؟ كان بيديني السي اتش 4 مع الاكسجين يديني الكربون دايوكسيد مع ال H2O صح الكلام؟ طيب يفتكر كده حضرتك المين جاز بالنسبه لي كان مين؟ الكربون دايوكسيد. يبقى حضرتك كده الاجابه اللي عندي هنا انا بتكلم على الكربون دايوكسيد، ده المينلي جاز اللي بيبريديوسد عن طريق البيرنينج للهيدروكربونز. خش معايا في السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده عندي بيقول لك ايه؟ بيقول لك which of the following components is produced when fossil fuels are burned and contribute to the formation of acid rain. ركز معايا، بيكلمك هنا على الاسيد رين. طب واحده حضرتك انا كنت مكلمك الخريطه بتاعت الاسيد رين كانت دايره ازاي. حضرتك كنت بتقول لي ان انا كان عندي فيول ماله عنده impurity of sulfur صح؟ فكان عندي السلفر مع الاكسجين كان بيديني مين؟ كان ال SO2 صح؟ سلفر دايوكسيد. والسلفر دايوكسيد ده بعد كده كان عندي الاول هنا في الانجن او كان عندي عند حضرتك في الماشينز اللي جوه المصانع، بيبدا عندك الوقود اللي بيعمل له كومباشن ده مع impurity of sulfur كان بينتج لي السلفر ايه؟ السلفر دايوكسيد. السلفر دايوكسيد ده كان بيطلع عندي في الجو، بينطلق كده في الجو. لما حضرتك ينطلق في الجو بيقابل مين؟ كان بيقابل الاكسجين. فلما حضرتك يقابل الاكسجين في الجو يبدا ان هو يتحول عندي لسلفر ترايوكسيد، بيتحول عندي لسلفر ترايوكسيد. والسلفر ترايوكسيد ده لما بيجي في الجو عندي ويقابل الووتر او يقابل عندي الرينفول يجي سحبتين يربطوا في بعض فينزل عندي المطره عندي تكون لي بعديها ال H2SO4 بعد ما تتحد مع مين؟ مع ال SO3. فبالتالي حضرتك كده انا هنا مينلي بتكلم عن السلفر، فبالتالي هنا اكتر حد بيكون لي الاسيد رينز انا بتكلم على السلفر دايوكسيد. السلفر دايوكسيد ده اللي من خلاله بعد كده بيتكون لي الاسيد رين. حلو الكلام. خش معايا على الليسون اللي بعده. ليسون ايه؟ احنا لسه هنخش بالسؤال اللي بعده. بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لك what conditions lead to the formation of nitrogen oxide جميل during the combustion of fossil fuel. خلي بالك انا كنت قايل لك انا عندي شروط معينه عشان ينتج لي جازز شبه بالظبط كده الكربون دايوكسيد كان عندي ماله؟ كان مينلي لازم يحصل له completely burning للاورجانيك ماتر او الهيدروكربونز، فكان بيتولد عندي كربون دايوكسيد. ولكن كان عندي incompletely burning الوود او الجازولين، وده كان بالنسبه لي فين؟ في الكربون مونوكسيد. اما عندك في النيتروجين اوكسايدز فكانت محتاجه هاي تمبريتشر، كانت محتاجه هاي تمبريتشر. فبالتالي حضرتك كده تقول لي ان الشرط بتاعي في النيتروجين اوكسايدز عشان تتكون محتاجه هاي تمبريتشر. مين يا عم قال لك combustion of low temperature؟ لا. combustion of absence oxygen؟ لا، لكن combustion of high temperature. جميل. خش معايا يا سيدي على اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك نمبر 4 what are the environmental effect of releasing sulfur oxide
جميل into the atmosphere when fossil fuel are burned. وده حضرتك احنا لسه اتكلمنا عنه وقلنا انه كان بيكون لي عندي الاسيد رينز. تعال نشوف مع بعض. بيقول لك increasing the oxygen content in atmosphere. اقول لك لا ما حصلش الكلام ده. قال لك improvement الاير quality. قال لك لا طبعا مستحيل ان هي تكون اير كواليتي. ازاي يعني الانبعاثات دي او الجازز ده يكون بيحسن جودة الهواء؟ مستحيل طبعا. ولكن reduction of global warming لا ده بيساعد اصلا على الجلوبال وورمنج. ولكن هو بيعمل formation of acid rain. بيعمل formation للاسيد رين. جميل. طب خش معايا يا سيدي على اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيجيب لي هنا المره دي equation. بيقول لحضرتك انا عندي السي اتش 4 اللي هو كان بالنسبه لي الهيدروكربونز مع الاكسجين كان بيديني ايه؟ حضرتك افتكر معايا الايكويشن واحده واحده كده. كان عندي ده في الكربون دايوكسيد كنت بقول لحضرتك ان انا عندي سي اتش 4 بلس ال 2 او 2 كان بيديني يا معلم الكربون دايوكسيد مع الايه؟ ال 2 اتش 2 او. صح الكلام؟ جميل يا مستر. تعالى بص هنا هتحس ان في حاجه غلط في الايكويشن. هو فعلا الى حد ما في حاجه غلط. ان انا كان المفروض حضرتك تحط لي هنا 2 صح؟ عشان خاطر بعد كده تحط لي هنا 2 وتختار لي الاجابه دي. الكربون دايوكسيد بلس ووتر. انا عارف ان انا عندي الهيدروكربون لما بعمل لها بيرنينج مع الاكسجين بيطلع لي الريزلت بتاعته او البرودكت بتاعي كربون دايوكسيد بلس الووتر. جميل. فبالتالي حضرتك الايكويشن او الاختيار ده هتكمله لي وتكتبه لي. جميل. الكربون دايوكسيد بلس الووتر. طب خش معايا في الايكويشن اللي بعديها. بيقول لحضرتك انا عندي ال 2NO بلس الاكسجين. دي لحد ما مظبوطه. تعالى يا سيدي هتكون لي ايه؟ انا فاكر ان هي كانت بتكون لي ال2 الايه يا معلم؟ نيتروجين دايوكسيد اللي هي عندي الاجابه بي. مظبوط الكلام اهو. تعالى نعد مع بعض كده. ده بالنسبه لي ايه؟ 2 تايمز 2 ادي 4 اكسجين. عندك 2 هنا اكسجين وعندك 2 هنا اكسجين. يبقى بالنسبه لي 4 اكسجين. يبقى بالانسد الايكويشن دي. يبقى بالتالي انا عندي هنا يا معلم الاجابه مين؟ بي. خش معايا في السؤال اللي بعده. بص يا سيدي بيقول لك ايه؟ بيقول لحضرتك The generator is a device that convert A energy into A energy. واحدة واحدة. أنا عندي الجنريتور. أنا عارف إن الجنريتور ده كان بيحرك عندي التوربينز صح عشان يولد لي كهرباء، يولد لي الكتريستي. فبالتالي أنا كنت بالنسبة لي هنا بكونفرت الكاينيتيك انرجي طالما أنا هنا بتحرك وفي توربينز بتتحرك عشان اكونفرت عندي الكاينيتيك انرجي دي لإلكتريستي. فبالتالي حضرتك الإجابة هنا أنا هختار كاينيتيك انرجي والكتريستي اللي هي بالنسبة لي الإجابة دي. خلاص؟ مش بوتنشال ولا الكتريك لكاينيتيك، لا العكس، هي كاينيتيك انرجي لالكتريستي. حلو الكلام؟ خش معايا يا سيدي في اللي بعده. بيقول لحضرتك ايه في اللي بعده؟ study the diagram shown and the answer. جميل. what are the two products الاكس والواي. طب واحده واحده. تعالى يا سيدي نبص. بيقول لحضرتك انا عندي السلفر اس. جميل. وده بالنسبه لي هنا انا يعتبر لو تفتكر كان الامبيوريتي. خلاص؟ عندي شوايب من الايه؟ من السلفر اندمجت مع الاكسجين. ده بالنسبه لي عمليه بيرنينج صح؟ جميل. بيتولد عندي الاكس ده. الاكس ده انا عارف انه مين؟ الاس او 2 صح؟ السلفر دايوكسيد. السلفر دايوكسيد بيطلع من المصنع على الجو عدل. جميل. يقابل مين؟ يقابل الاكسجين اللي كان بالنسبه لي يعتبر يتحول لايه؟ سلفر تراي اوكسيد. جميل. فبالتالي الاجابه عندك الاكس هنا هتكون مين؟ هتكون السلفر دايوكسيد والواي دي السلفر ترايوكسيد. جميل الكلام ده؟ حلو يا مستر. خش في اللي بعده. بيقول لحضرتك في اللي بعده ايه؟ ركز معايا الموضوع بسيط وسهل. حلو. بيقول لحضرتك ستادي ذا ديجرام شون وبعدين قال لك عايز مين؟ التو برودكت برضو الاكس والواي بس المره دي في الايكويشن دي. طب واحده واحده تعال نشوف. قال لك المره دي السلفر ترايوكسيد اللي احنا لسه جايبينه فوق. جميل. قال لك بلس ال H2O
قال لك خلي بالك ده معناه ايه؟ كان عندي الامبيوريتي سلفر، راجع معايا بسرعه، الامبيوريتي سلفر كان بيعمل ايه؟ بيرنينج مع الاكسجين فيديني سلفر داي اوكسايد. السلفر داي اوكسايد كان بيطلع في الجو يقابل عندي مين؟ يقابل عندي الاكسجين فيتحول عندي السلفر تراي اوكسايد. السلفر تراي اوكسايد وهو ماشي يقابل سحابتين خبطوا في بعض عيطوا عملوا رينفول او عمل عندي للووتر، جميل، الرينفول عندي حولوا لي لحاجه اسمها ال H2SO4 او السلفوريك اسيد، ادي ال H2SO4 صح كده؟ جميل يا مستر. وقلت لك ان ال H2SO4 ده كان بينزل عندي ودي بالنسبه لي كان يعتبر الايه؟ الاسيد رين، دي كانت اسيد رين صح كده؟ وقال لحضرتك الاسيد رين دي كانت بتنزل عندي على الهيستوريكال بيلدينج او المباني التاريخيه اللي هي كانت متكونه من مين؟ من الكالسيوم كربونيت صح الكلام، وتحولها عندي تحولها عندي لكالسيوم SO4 CaSO4 صح كده؟ الكالسيوم سلفوريك اسيد تنزل عندي على الهيستوريكال بيلدينج وتحولها لي عندي ليه يا معلم؟ CaSO4 صح الكلام، بلس الكربون دايوكسيد وال H2O، وكانت بتعمل لها ايروجن، ايزلي ايروجن، تبدا يعمل لها تاكل، جميل. فبالتالي كده يبقى الاكس عندي ده مين؟ الاكس عند حضرتك ده مين يا مستر؟ ده ال H2SO4. والواي عندك مين يا مستر؟ الكالسيوم سلفيت. فين يا مستر؟ اهو يا سيدي ال H2SO4 نمبر دي، والكالسيوم سلفيت اهو. شكرا. خلاص كده. خش يا معلم في اللي بعده. بيقول لحضرتك ايه في اللي بعده؟ بيقول لك in gasoline powered car, in gasoline powered car engine a reaction between nitrogenous impurity جميل. قال لك and the oxygen occur in the combustion chamber to form compound X which is then oxided in the atmosphere to form الكومباوند واي. واحده واحده يا مستر عليا. بص يا سيدي تعالى، انا كان الموضوع بيمشي ازاي؟ كان عندي النيتروجينس امبيوريتي، جميل. قال لحضرتك ده كان بيجي معاه الاكسجين في عمليه الكومباشن فيطلع لي ال 2NO صح الكلام، يديني حضرتك الايه؟ النيتروجين اوكسايد. والنيتروجين اوكسايد بعد كده لما بيطلع في الجو، يطلع عندك في الجو ايه اللي يحصل؟ قال لحضرتك بتلاقي الاكسجين قصاده فبيتحول عندي للنيتروجين دايوكسايد، نيتروجين دايوكسايد صح الكلام. فبالتالي يقول لحضرتك في الكومباوند اكس انا كده بتكلم عندي في النيتروجين اوكسايد، بعد كده حضرتك حصل له اوكسيدايزد في الاتموسفير، انا بتكلم على النيتروجين دايوكسايد، جميل. يبقى حضرتك كده الكومباوند مين؟ هتقول لي والله انا عندي مبدئيا الكومباوند ده اكس، يبقى الاجابه عند حضرتك كده مين؟ سي، نيتريك اوكسايد مع النيتروجين دايوكسايد، نيتريك اوكسايد مع النيتروجين دايوكسايد. خش يا سيدي في اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان، تعال نكبرها شويه، in the air due to the presence of X. انا عندي في الاير في عندي نسبه من الاكس ماشي that act as catalyst for the oxidizing of compound Y. انا هنا طالما presence of X بالنسبه لي act as a catalyst، ده بالنسبه لي حاجه اسمها impurity، دي كده impurity خلاص. قال لحضرتك ان هي مالها؟ بتتعامل as a catalyst for the oxidizing of compound Y by the oxygen. يعني انا compound Y ده خلاص، الكومباوند واي ده حاجه خلاص هي بتتولد عشان خاطر يتعمل لها اوكسيدايزنج، جميل. ابدا ان انا اعملها مع الاكسجين فورمنج سلفر تراي اوكسايد جاز، حاجه يا معلم ماشي، حاجه بتكون امبيوريتي ماشي، بتبدا بعد كده حاجه تانية يتعمل لها اوكسيدايزد فتكون لي السلفر تراي اوكسايد. طب واحده هتقول لي يا مستر نعمل ايه؟ قال لحضرتك بمنتهى السهوله والسلاسه. تعالى كده، حضرتك الراجل بيقول لك البرودكت بتاعك سلفر ترايوكسايد، يبقى انا عندي السلفر ترايوكسايد، جميل. انا عارف السلفر ترايوكسايد ده بيتكون ازاي. السلفر ترايوكسايد ده حضرتك انا فاكر يا مستر ان حضرتك كنت بتقول لي كان الاس او 2 صح بلس مين؟ الاكسجين، مظبوط الكلام. فبالتالي يبقى انا عندي كده يا مستر
جميل. يبقى انا كده بالتالي انا عندي سلفر دايوكسيد مظبوط مع الاكسجين كان بيديني سلفر ترايوكسيد واحده واحده. جميل. طيب مبدئيا كده مين الامبيوريتي؟ ده امبيوريتي مين؟ سلفر. ماشي. طالما ده كده ادي كده امبيوريتي سلفر. انا هنا بتكلم اوريدي على السلفر. خلاص واحده واحده. انا بيكون عندي الاول امبيوريتي سلفر فيول. خلاص لما بيعمل له كومباشن او بيرنينج مع الاكسجين بيديني سلفر دايوكسيد. حلو الكلام. بعد كده السلفر دايوكسيد ده بيتعمل له اوكسيدايز مع الاكسجين في الجو فيكون لي ايه؟ السلفر ترايوكسيد. في مشكله في الكلام ده؟ جميل. فبالتالي الراجل ده بيسالك على مين؟ بيسالك مبدئيا اكس ده مين؟ ده الامبيوريتي سلفر. مين اللي هيتعمل له اوكسيدايز مع الاكسجين؟ ده الواي اللي هو مين؟ السلفر دايوكسيد. في مشكله في الكلام ده؟ خلاص. تعالى يا سيدي نشوف كده الاختيارات بتاعتنا. قال لحضرتك كومباوند اكس ده يعتبر ووتر فيبور؟ لا. امبيوريتيز؟ ووتر فيبور؟ لا. امبيوريتيز؟ طب حلو. الكومباوند واي مين؟ هل هو السلفر دايوكسيد؟ بس دي طبعا ملغيه عشان الووتر فيبور. هل هو السلفر دايوكسيد؟ مظبوط. هل هو السلفر بس؟ لا. يبقى الاجابه مين؟ الاجابه بي. حلو الكلام. يبقى الاكس بالنسبه لي ده الامبيوريتي سلفر، وكان عندك الكومباوند واي ده السلفر دايوكسيد. في مشكله يا عمنا؟ قال لك لا. تعالى في اللي بعده. بيقول لك ايه في السؤال اللي بعده؟ بيقول لحضرتك at burning coal لما حضرتك تولع في الفحم. جميل. قال لك نقط energy will be converted into نقط to energy. واحده واحده. حضرتك انا عارف ان انا عندي الكول او الفوسل فيولز دي بتكون عندها كيميكال انرجي ستورد جوه منها. صح الكلام؟ قال لك صح الكلام. حضرتك لما بتيجي تبيرن الانرجي دي او تبيرن الفوسل فيول عشان تاخد منها الانرجي. جميل. فمثلا في الفحم انا عندي متخزن فيها كيميكال انرجي بعمل لها بيرنينج مع الاكسجين عشان يطلع لي ثيرمال انرجي، عشان يطلع ثيرمال انرجي. صح الكلام؟ طيب بص كده. قال لحضرتك بيرنينج الكول نقط انرجي will be converted into نقط انرجي. انا بالنسبه لي كيميكال انرجي بس مش الكتريكال انرجي. لا. قال لك كيميكال انرجي مع ثيرمال انرجي. انا باخد الكيميكال انرجي احولها لثيرمال انرجي. عمرك شفت فحمايه لو ولعت فيها تكهربك؟ لا، هتحرقك. صح؟ فبالتالي انا باخد الكيميكال انرجي احولها لثيرمال انرجي. جميل. خش معايا يا معلم في الاسئله المقالي. يلا بينا. بص يا سيدي معايا كده اول سؤال عندي في الاسئله بيقول لك ايه؟ بيقول لحضرتك explain fossil fuels are considered non-renewable energy. ليه بالنسبه لك حضرتك الفوسل فيول دي بتعتبر نون رينيوبل انرجي، يعني طاقه غير متجدده؟ واحده واحده. حضرتك بمنتهى البساطه عارف ان الفوسل فيولز دي خدت ملايين السنين عشان تتكون، صح؟ فبالتالي انا عشان خاطر استهلكها وتبدا ان هي تتكون تاني محتاجه ملايين السنين. بمعنى بسيط جدا الفوسل فيول حضرتك بتستعملها تقريبا كل يوم، فبالتالي انت بتستهلك منها حجم كبير لارج اماونت في فتره قصيره جدا. وفي نفس الوقت عشان خاطر تعيد بنائها تاني او عشان خاطر تعيد انتاجها تاني انت محتاج مليونز اوف ييرز عشان خاطر تعرف تنتجها. مظبوط. فبالتالي ده معناه ان الريت بتاع الكونسيوم بتاعك او حضرتك الاماونت بتاع الكونسيوم بتاع حضرتك اللي انت بتستخدمه بيكون اسرع بكتير، مور فاستر زان رينيو، زان ان هي تتعيد تاني انتاجها. فحضرتك هتكتب له بالظبط كده. بص معايا هنكتب له ايه؟ هتقول له والله يا حضرتك الانرجي دي الفوسل فيول دي، هتقول له انا بالنسبه لي كونسيومد الفوسل فيوز دي بتكون كونسيومد ماتش فاستر زين زي كان رينيو، وفي نفس الوقت that take millions of year to form، محتاجه مليونز اوف يير عشان خاطر تتكون. وخد بقى معلومه كمان زياده بيقول لحضرتك they cannot be replaced quickly enough to meet الهيومن نيدز. انا ما بقدرش ان انا اكونها بسرعه عشان خاطر البي احتياجاتي. خلاص. فوانس ان هي خلصت كل سنه وانت طيب. جميل. يبقى حضرتك هتكتب له السطرين دول كاجابه للايه؟ الشرح بتاع الفوسل فيولز. طب خش على السؤال اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك explain
ال incomplete combustion of carbon is more dangerous than its complete combustion. تفتكر ليه حضرتك ال incomplete combustion بتاع الكربون دايوكسيد او بتاع الكربون خلاص بيكون أسوأ بكتير جدا من انه يحصل completely burning للكربون دايوكسيد؟ هتقول لي حضرتك والله ان انا عندي الكربون لما يتعمل له incomplete burning ده بيحصل عندي او بيولد عندي بيبريديوس الكربون مونوكسيد، بيولد عندي الكربون مونوكسيد، على عكس لما تعمل complete burning. وانس انك عملت complete burning للكربون ده كده حصل عندي او بريديوسد لي الكربون دايوكسيد. جميل. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق ما بين الاثنين ان الكربون دايوكسيد بيعمل جلوبال وورمنج وبيعمل تشينج في الكلايمت، لكن الكربون مونوكسيد ده بيأثر على صحتك شخصيا وبيأثر كمان على البيئة. خلاص تعال بص كده معايا الحاجات بتاعته عاملة ازاي، وطبعا لازم تكتب له الايكويشن. بص يا سيدي، اول كلام هتقوله له ان انا عندي الكربون دايوكسيد ده اللي عندي بيتكون لما يكون حصل بيرنينج كومبليتلي، لما يحصل بيرن كومبليتلي لمين؟ للكربون، فبيتولد عندي الكربون دايوكسيد. جميل. وتقول له والله ان السي اتش 4 عندي مع الاو 2 جميل بيتولد عندي الكربون دايوكسيد مع الاتش 2 او، وده بيسبب لي عندي جلوبال وورمنج اند كلايمت تشينج. خلاص. ولكن عندي في الكربون مونوكسيد خلي بالك عندك ان ده يعتبر dangerous وcolorless and odorless gas، ما بتشموش ولا بتشوفوش ولا يعني ولا تجيش جنبه، ده خطر. على عكس الكربون دايوكسيد بيبقى ليه لون، لكن الكربون مونوكسيد ده colorless ملوش لون. طب هل ده بس؟ قال لك لا، قال لحضرتك خلي بالك انه بيأثر عندي، بيعمل ريديوس للبلاد ابيليتي تو كاري اوكسجين، بيقلل امكانيه الدم انه يمتص الاكسجين، فبالتالي ممكن يؤدي للوفاه. جميل. وقال لحضرتك كمان انه بيساعد او بيقلل قدره حضرتك على التنفس. جميل. وبيسبب عندي الدس. جميل. كايه؟ لو انت شربت منه لو انت شميت منه هاي اماونت، لو تعرضت ليه كميه كبيره، ما شربتوش انت شميته خلاص بكميه كبيره، ممكن يؤدي للوفاه. خلاص. وطبعا حضرتك لازم تكتب له برضو الايكويشن وتقول له ان انا عندي التو كربون عندي لما يحصل لهم بيرنينج انكمبليتلي مع الاكسجين يدينا المين؟ التو مول اوف كربون مونوكسيد. جميل جدا. طب خش معايا يا سيدي في السؤال اللي بعده. بيقول لك ايه السؤال اللي بعده؟ بيقول لحضرتك explain once carbon monoxide is inhaled is make it harder for the combine with the oxygen for the blood to combine with oxygen gas. يعني حضرتك المشكله من بتاعه الكربون مونوكسيد اللي بيخلي صعب على البلد انه ياخد الاكسجين جاز لجسمك. اقول لحضرتك الموضوع ده ناتج بسبب ايه؟ هتقول لي يا مستر بسبب ايه؟ هقول لحضرتك ان انا عندي في الدم بتاعي هتلاقي المنظر ده عامل كده. الدم بتاعي الهيموجلوبين بتاع حضرتك بيبدأ ياخد الاكسجين عشان ياخد البلاد سيلز اللي موجوده اللي محتاجه الاكسجين يغذيها بيها، وتلاقي جسمك الاكسجين اللي محتاجه عشان تعيش. لكن وانس ان دخل الكربون مونوكسيد، هرسمه لك بشكل وحش اهو، الكربون مونوكسيد بيدخل عند حضرتك للهيموجلوبين ويقفل عندك الخليه دي او السل، ويمنع ان الاكسجين يدخل لمين؟ للسل، يمنع الاكسجين ان الهيموجلوبين ياخد الاكسجين ده. فبالتالي حضرتك بتلاقي ان السيلز عندك او الهيموجلوبين مش بيجيله الاكسجين اللي محتاجه، وده اللي بيؤدي بعد كده حضرتك للدس او للوفاه. بكده نبقى احنا خلصنا اخر سؤال في ويك 4، وكده احنا خلصنا ويك 4، وهتشوف معايا في ويك 5 هوريك الاسئله اللي جايه هتبقى عامله ازاي، وهنشرح مع بعض في المراجعه كانك لا تفقه اي شيء. هشرح لك المنهج من اول حرف لغايه ما وصلنا عشان خاطر تخش الامتحان بتاعك وانت راجل مثبت المعلومه، فاهم الدنيا، حل كل الاسئله اللي ممكن تجيلك. تمام يا بطل؟ تابع معايا وخش على التليجرام، هتلاقي عندك ماتيريال سايبها لك،
وما تنساش تبص على المنصه وبص على البيج بتاعت الفيسبوك. سلام.